اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ دلوقتي هنعمل فراخ مشويه في فرن البوتاجاز في الصينيه. جبنا الفرخه كده وغسلناها كويس، قمنا حطيناها في محلول ليمونه وملح وخل، وسيبناها ربع ساعه في المحلول، وفتحناه بالطريقه دي كده علشان الخلطه اللي احنا هنعملها تخش جواه، تخش هنا كده بين اللحم ببعضه كده. تيجي يلا نقول لكم التوابل بتاعتها. بسم الله ما شاء الله. معانا بابريكا، ورق لوري وحبهان مطحون، ومعانا توابل فراخ، ومعانا بهارات مشكله، ومعانا شطه وفلفل اسمر مع كل نوع معلقه، ومعانا كاري يا حبايبي، ومعانا توم باودر، معلقه توم باودر، ومعلقه بصل باودر وملح، ونص معلقه ملح. تيجي يلا اوريكم الباقي. ومعانا كمان طماطم متقطعه، وبصل متقطع، وفلفل متقطع، وسبع فصوص ثوم متقشرين، وليمونه غير الليمون الفريش اللي انا عصراه اهو. ومعانا 3 معالق زيت، وعلبه زبادي، و3 معالق او معلقتين خل عشان بيطر الفراخ، وكيس صلصه. دلوقتي هنضرب ضمن في الخلاط، وبعد ما اضرب هوريكم هنحط البهارات وبعد ما نخلص. دلوقتي يا حبايبي احنا ضربنا الخلطه مع بعض اهو. انا ضربتها في الخلاط لان والله انا بصور لوحدي، مش ما جبتش وانا بضرب الخلطه. انا وريتها لكم. دلوقتي التوابل اهيت اللي انا قلت لكم عليها نحطها كده. بسم الله. نقوم جايبين علبه الزبادي اهي. الزبادي بتطريها وبتخليها حلو ماشي. و3 معالق خل، عايزين تحطوا معلقتين نحط 3. والليمون والزيت اهو، دي الليمون والزيت اهو ماشي كده. ايه خلصنا. نجيب بقى الفراخ بتاعتنا ونتبلها. هنقلبها. الفراخ تقيله، شوف تقيله ازاي. بقلبتها كده، وبعدين ايه حطيت كيس صلصه اهو عليها بالطريقه دي كده، ونقلبها بقى كويس، وبعدين نتبل الفراخ يا حبايبي. نجيب بقى الفراخ نتبلها ازاي بقى. نحطها كده بالطريقه دي كده، ونتبلها من كل يمه كده هتتبل اهي اهي. بسم الله. نجيب الصينيه ونرصها بقى بالطريقه دي كده. عايزه تسيبها بقى معاكي التتبيله بقى، تفضل في التتبيله كده مع التتبيله كده. بعد ما تتبلها ساعتين ساعه براحتك اهي بين اللحمه. هسيبها بقى مع شويه كده، هسيبها يجي ساعه كده، وبعدين اوريها لكم وهي على البوتاجاز. هحطها على البوتاجاز تاخد نص سوا، وبعد كده احطها بقى في الفرن البوتاجاز يا حبايبي. احطها الاول على البوتاجاز تاخد نص سوا، وبعدين احطها ايه في فرن البوتاجاز تتحمر. دلوقتي يا حبايبي حطيناها على البوتاجاز اهو. بعد ما خلصنا سيبناها ساعه بالظبط في التتبيله بتاعتها، الخلطه اللي انا عاملاها ساعه. وبعد كده حطيتها على البوتاجاز، وهسيبها شويه تاخد نص سوا على البوتاجاز، وبعدين احطها في الفرن. دلوقتي هغطي عليها، وساعه ما اجي احطها في الفرن هوريكم حبايبي. دلوقتي يا حبايبي اهو طلعناها نزلناها من على البوتاجاز اهو، حطيناها في الفرن. بعد ما استوت اهيت هتتحمر. ولعنا النشاره اللي فوق اهيت تتحمر. دلوقتي بسم الله ما شاء الله طلعناها من الفرن يا حبايبي بعد ما خدت التحميره اهي. بسم الله ما شاء الله. دلوقتي اهو ممكن تحطوا طبق وعلى الفحم، حته الفحم وتعملوها وتحطوا شويه زيت، مش شويه يعني نطره زيت يعني ماشي. انا دلوقتي الطبق عندي الصينيه صغيره، الحروف بتاعتها صغيره، فانا هجيب رغيف. دلوقتي حطيت رغيف العيش اهو، اللي هي حته العيش اهو. علشان ايه؟ انا قلت لكم طبعا الصينيه حروفها صغيره، مش لو حطيت الطبق عندي كبير شويه
ما عنديش يعني طبق صغير خالص، اللي عنده طبق صغير خالص او الحروف الصينيه عريضه يحط طبق عادي وفيه الفحم. دلوقتي هجيب يلا حته الفحم من على النار واحطها. دلوقتي انا جبت اهو الفحم من على النار هحطه. ماشي اهو، حته زيت. شوفوا بسم الله ما شاء الله اهو. اقوم مغطياه كده، انا غطيته وهسيبه ربع ساعه لغايه لما يعمل الفحم بتاعه يخلص، ونشوف لغايه لما يشم ريحه الفحم كويس. وبعد كده تكشفوه بعدها بربع ساعه، وبعد كده خلاص بألف هنا لكم يا حبايبي. طيب اهو بعد ما طلعناه من الفحم، خلصنا الفحم خلص اهو، طلعناه في الطبق بتاعنا اهو. اه بجد الطعم روعه والنفس روعه خالص، طعمها حلو جدا، جربوها مش هتخسروا اي حاجه. ما تنسوش تقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. شوفوا حتى الشكل جميل ازاي، بسم الله ما شاء الله اهو. يلا دلوقتي احنا خلصنا خالص اهو، اكلتنا اهي بسم الله ما شاء الله. يا ريتكم بقى ما تنسوش تقولوا لي ايه رايكم وتشتركوا يا حبايبي. السلام عليكم.